من ورقة شجر لخطر بيزعزع أساس الولايات المتحدة الأمريكية. بسببه زاد معدل الجريمة والعنف والقتل والسرقة، ونقصه كان بيتسبب في ظهور بدائل أسوأ منه. واحد من التجارات الأكثر ربحية، وظهر لنا معاه بابلو سكوبار وباتشو وأدهم صبري. أصبح مكون من مكونات كوكاكولا. جربوا المشاهير والأغنياء، وبالعائدات اللي كانت بتتخطى المليارات تم تدعيم المعارضة المسلحة، فإنه مخدر الكوكايين يا سادة. حكايته بدأت من 3000 سنة قبل الميلاد في أمريكا اللاتينية، مع شعب جميل بريء كيوت وهو الإنكا، فاستخدموه مصدر للطاقة والتغلب على الجوع. ده كمان الموضوع زاد معاهم فقدسوه على أساس إنه هدية من الآلهة ليهم، فبدأوا يستخدموه في طقوسهم الدينية. وفضل شعب الإنكا ده يبني ويعمر بلده ويعبد آلهته كالشمس والقمر بجانب الصراعات الداخلية على حكم الإمبراطورية، لحد ما وصل الغزو الأسباني في القرن الستاشر ليه بقيادة فرانسيسكو بيزارو، مما أسقط إمبراطورية الإنكا رسميا عام 1533 ميلادية. وطبعا الأسبان بنوا المستعمرات طمعانين في ثروات حضارة الإنكا، وخلوا العمال اللي في المناجم تبقى من السكان المحليين. وجه على وجه الخصوص مناجم الفضة اللي كانت موجودة بكميات هائلة في بعض المناطق، اللي الأسبان هيستخدموها مصدر رئيسي لتمويل الحروب والتجارة. فكان من هنا بقى طمعهم لزيادة الإنتاج. فلاحظ الأسبان إن سكان الإنكا بيستخدموا نبات بشكل تقليدي كجزء من حضارتهم، ومن هنا عرفوا أسباب استخدامهم للنبات، فحولوا نبات الكوكا اللي بيمثل جزء من ثقافة الشعب لأداة سيطرة، فأصبحوا المسؤولين عن توزيعها. وعشان يحسنوا الإنتاجية وزعوها بشكل كبير على العمال، عكس الشكل التقليدي لاستخدام شعب الإنكا للنبات، لأنهم كانوا بيستخدموه بكميات صغيرة. وطبعا ده في الآخر زود الإنتاجية، بس ضر بصحة العمال بشكل غير متخيل. ومن هنا أصبحت الكوكا رمز للاستغلال. وفي عام 1859 اتمكن الكيميائي الألماني ألبرت نيمان من عزل الكوكايين، مع تحديد خواصه بأنه منشط قوي. وده اللي يخليني أقول لك إن من لحظة عزله ل 1914 سنة الحظر الفعلي للكوكايين، فإنه كان متداول عادي في الصيدليات ومستخدم على نطاق واسع زي دواء للصداع، أو مسكن للألم، أو مخدر في العمليات الجراحية، أو مضاد للاكتئاب زي ما روج له الدكتور سيغموند فرويد. ده كان ديلر، قصدي ده كان عالم نفس مشهور. وده اللي خلى شركة زي كوكاكولا اللي اتأسست 1886 تستخدمه كمكون رئيسي، لما أضاف المخترع والصيدلي جون بيمبرتون الكوكايين لوصفته. وعلى الرغم من إنها كانت كمية صغيرة جدا، إلا إنها كانت كافية لإنتاج التأثير المنشط، لأن الاتجاه في الوقت ده كان عاوز يعمل من الكوكاكولا بديل صحي للمشروبات الكحولية. ومع بداية القرن العشرين وظهور مشاكل الإدمان اللي مسؤول عنه جزيء البنزايل جروب اللي في مركب الكوكايين، الجزيء اللي بيقدر يرتبط بمستقبلات الدوبامين في الدماغ، ودي المستقبلات المسؤولة عن الإحساس بالنشوة والمتعة، واللي طبعا مخك بعد كده مع التعود على المخدر استحالة يوصل لإفراز كمية الدوبامين دي. فمن هنا بدأت تظهر المشاكل النفسية بشكل كبير، وبدأت القوانين تنفرض على الكايين. فهنا استبدلته الشركة بمركبات منشطة أخرى، لكن استمرت في استخدام أوراق الكوكا منزوعة الكوكايين عشان تحافظ على النظام. ففرضت عليه الحكومة قيود وأسلوب للتداول، إلا إنهم اضطروا يوصلوا لمرحلة التجريم مع قانون هاريسون للمخدرات اللي إحنا قلنا في سنة كام؟ اكتب لي السنة في الكومنتات. وأدام الحكومة حرمته، يبقى العصابات هتستخدمه، فيبقى سعره هيزيد لأن ريسكه زاد. عشان ده ما بقاش الكوكايين اللي ممكن تخش للصيدلي تقول له هات جرام عشان عندي صداع. وده خلاه يتصنف في أواخر القرن اللي فات على إنه التجارة الأكثر ربحية. ومن هنا ظهرت الكارتيلات مستغلين تزايد الطلب على الكوكايين، بالأخص في أمريكا وأوروبا. وأشهرهم ميديلين بقيادة بابلو سكوبار، اللي استغلوا الفراغ الناتج من ضعف قوانين محاكمة المخدرات في البلاد المنتجة، وبدأوا بعمليات الإنتاج والتوزيع على نطاق واسع. واتبعوا أسلوب العنف المفرط زي الاغتيالات، التفجيرات، عشان يرهبوا السلطة والمنافسين، واللي كان صعب رشوته يبقى سهل موته. وده ظهر في شعار بابلو زعيم الكارتل نفسه، فضة أو رصاص. وكانت قوتهم الإجرامية بتتمثل في العقادات المالية الضخمة اللي كانت بس في الثمانينات بتتقدر ب5 مليار دولار سنويا، وللكيلو ب50,000 دولار.
وده طبعا مبلغ كفيل انه يزود من سطوة اي حد وتمويله للمسلحين عشان يأمنوا له شغله، زي بابلو والقوات المسلحة الثورية الكولومبية اللي على الرغم من انها شيوعية وبابلو رأس مالي، ففي الاخر المصلحة جمعتهم وفهموا ان كل واحد منهم محتاج للتاني. وطبعا موجة العنف والجريمة المنظمة دي كان لها تأثير سلبي على الامن تزامنا مع ظهور كراك الكوكايين. عارف فكرته زي ايه؟ زي انك تبقى عايز تنزل لعبة بس تلجأ للمواقع المجانية عشان اللعبة دي على الموقع الرسمي بتاعها بفلوس، ودي نفس الفكرة اللي حصلت في امريكا بالظبط، وهو ان بابلو غرق حرفيا الولايات المتحدة الامريكية بكميات كبيرة جدا من الكوكايين النقي اللي ما كانش حد بيقدر على ثمنه غير الاغنياء والمشاهير، لدرجة انه اتسمى مخدر الاغنياء. فمن هنا ظهرت استراتيجية عند الموزعين الامريكان، وهو انهم يزودوا قاعدة المستهلكين بحيث يفتحوا فرع للفقراء. فعملوا كراك الكوكايين، وهو عبارة عن مادة بلورية هتدخنها بدل ما تشربها، وهو انه هيخلط الكوكايين مع بيكربونات الصوديوم بنسبة 1:2، وهيحط مية ويقلب ويسخن لحد ما يترسب منه ويكون له مادة صلب تتقطع بعد كده لكميات صغيرة وتتباع للتدخين. إلا إن المخاطر بتاعته كانت كبيرة سواء صحية أو نفسية، والإدمان بتاعه أسرع، وده انتشر بسرعة بسبب إن الشرطة كانت مركزة أكتر على الكوكايين بودرة وما كانتش تعرف إنه غير شكله، لحد ما ضرب بشكل كبير وسريع اماكن زي هارلم وساوث برونكاس في نيويورك واحياء لوس انجلوس، وده بالتالي زود معدل الجرائم. ومن هنا ظهر مصطلح الحرب على المخدرات اللي اتبنته حكومه رونالد ريجان، واللي خصصت مليارات عشان تمول الشرطه والفيدراليين للحرب على المخدرات، وكمان زودت عقوبات السجن المشدد للتجار وبالاخص الكراك. ومن اشهر العمليات لضرب الكارتيلات عمليه كوندور اللي ضربوا بيها كارتيل ميدلين، واستخدموا فيها تقنيات حديثة لتعقب الطائرات والسفن اللي بيستخدمها الكارتل للتوزيع. وبعد سقوط ميدلين ما سكتتش أمريكا برضه، لا دي استمرت في الحرب على المنافسين، وبعدها نقلتها لحدود المكسيك لضرب كارتيل سينالو. وفي النهاية تم تحقيق بعض النتائج زي مقتل بابلو اسكوبار 1993، تفكيك مختبرات الكوكايين الكبرى. لكن المفاجأة إن الكوكايين موقفش، لأن ظهرت جماعات تانية صحيح صغيرة بس شديدة. ومن ناحية تانية تبعت الولايات المتحدة عقوبة السجن المشدد، فلقوا أعداد المساجين بتزيد وأعداد المدمنين في الشارع بتزيد برضه. وإلى الآن ما زالت الحرب مستمرة وما زال الإنتاج مستمر، وتعتبر كولومبيا من الدول الأكثر إنتاجا عالميا. في النهاية أحب أقول إن الاستخدام المنحرف للمواد الطبيعية بيجعلها مواد منبوذة، بيحولها من ورقة شجر لسم أبيض ممكن يدمر مجتمعات. فزمان واحد دلوقتي يقول لي يا عم مش قوي كده، مفيش حاجة هتدمر مجتمعات، هقول له يلا نجرب. انا اعرف ديلر كولومبي كافر بيبيع باسعار خيالية، فاللي عاوز يعمل اشتراك عشان اعرفه وابقى ابعت له اي سطرين في الكومنتات، واللي مش عاوز يبقى يسيب لايك.